القصة بتبدأ مع فارس لسه مبتدئ من منطقة اسمها كاينس، بيظهر عليه التوهان وهو ماشي مع فارس كبير. فجأة الاتنين بيلاقوا مشهد مرعب قدامهم، جثث الفرسان الأسطوريين مرمية في كل مكان، قتلوا بوحشية. فارس الكبير بيبص له بجدية وبيقول له اللي عمل كده هم سبعة بس. وهنا بنرجع لورا شوية، الوقت كان العالم البشري متحد مع العالم غير البشري. وقتها الفرسان الأسطوريين كانوا السلاح السحري للمملكة، قوتهم ما كانتش عادية، دي كانت حاجة تخلي كل مخلوق يخافهم ويحترمهم. لكن زي ما بيحصل دايما، السبعة دول خانوا المملكة وأعداء لكل الفرسان المقدسين، واتسموا بالخطايا السبع المميتة. من يومها السبعة دول اختفوا وبقى لهم 10 سنين مختفيين. نرجع بقى للوقت الحالي، في مكان قريب من كاينز فجأة بيظهر فارس حديدي غريب ماشي لوحده في صمت وهدوء، والغموض مغطيه من كل ناحية. أما في قلب كاينز في مطعم غريب كده اسمه قبعة الخنزير، اسم غريب جدا يعني. هنلاقي مجموعة من الرجال قاعدين مستغربين ان اللي بيخدمهم طفل صغير. الصدمة بقى لما الطفل ده بيقول لهم بكل بساطة انا صاحب المكان. الضحك بيختفي لما بيقدم لهم الاكل، وطبعا الاكل مش طبيعي يا صديقي، من كتر ما هو وحش الرجالة مش قادرين يبلعوه وبيرموا الاطباق على الارض. اللحظة دي بتزداد غرابة لما بيظهر خنزير صغير بيتكلم، ومش بس كده بياكل اللي الراجل رماه كأنه ده عادي بالنسبة له. واحد من اهل القرية بيقتحم المكان وشه مخطوف من الرعب، بيقول انا شفت الفارس الصدى المتجول. الحاضرين كلهم بيتصدموا، بيضحكوا عليه وبيقولوا له يا ابني دي خرافه زي خرافه السبعه المميته دي. وهنا الطفل صاحب المطعم بيقف وبيسالهم عن الحكايه. الرجاله بيلتفوا للصور المعلقه في المطعم، صور للخطايا السبع. حد من الحاضرين بيبدا يشرح دول 7 كانوا اقوى فرسان لكن خانوا المملكه، اساميهم ميرلين، بان، كينج، جوسر، اسكانور، ديان، وقائدهم قائد الخطايا ميليوداس. كان يقال انهم قادرين على تدمير بلاد بحالها، وعشان كده مفيش حد قرب منهم. انما دلوقتي محدش عارف مصيره. وفجأة الابواب بتتفتح، بيدخل الفارس الصدى. الرجاله كلهم بيترعبوا وبيجروا الا صاحب المطعم اللي بيواجههم مباشرة. بس الصدمة كانت اكبر لما الفارس الصدى وقع على الارض، الخوذة بتاعته اتفكت وظهر ان الفارس ده ما هو الا بنت، ويبدو ان خيوط المؤامرة سوف تكشف. البنت بتصحى بعد شوية لاقيه نفسها في امان، بتبدا تحكي للبطل اللي هو صاحب المطعم عن هدفها. انا بدور على الخطايا السبع المميتة، هم اشرار بس لو قدرت الاقيهم هيكون عندي فرصة اوقف الفرسان الاسطوريين اللي عايزين يولعوا البلد. بتوضح كمان ان العيله الملكيه نفسها محبوسه، الملك الحقيقي مريض والفرسان الاسطوريين هم اللي بيسيطروا وبيروجوا شائعات عشان يضمنوا سيطرتهم. لكن الامل الوحيد في ايجاد الخطايا. وسط هذا الحديث المثير الارض بتنهار من تحتهم بسبب هجوم احد فرسان من جماعه بيرت، وهو القائد تويغو. بطلنا بينقذ البنت في اخر لحظه، ولما بتواجهه بتعرف لاول مره اسمه ميليوداس. الوشم اللي على كتفه بيكشف هويته وبيأكد انه احد الخطايا السبعه المميته، وتحديدا خطيئة التنين. لكن توغيو بيستسلم بسهولة، بيهاجمهم بهجوم غير طبيعي لدرجة انه بيقطع كل الاشجار حواليهم. ومع ذلك ميليوداس بيواجهه بكل هدوء، بحركة واحدة منه بيقضي عليه. والكل بيبدأ يدرك ان الخطايا السبعة المميتة ما زالوا على قيد الحياة. القصة ما خلصتش هنا، ميليوداس والبنت الاميرة اليزابيث بيقرروا يكملوا رحلتهم علشان يدوروا على باقي الخطايا. في طريقهم هيقابلوا تحديات اكبر واسرار اكثر عن الماضي وعن الخيانه اللي غيرت كل حاجه في المملكه. وبنرجع بالاحداث لشهر ورا، وده وقت هجوم الفرسان الاسطوريين على القصر الملكي. وعشان كده طلب الملك من اليزابيث انها تهرب، وهي دلوقتي مع ميليوداس في مطعم قبعه الخنزير بتاعه اللي هو اصلا متشال فوق خنزير كبير بيتنقلوا بيه. وبيقدم لها ميليوداس لبس جديد خاص بالمطعم عشان تساعده فيه. فبتساله عن الجرايم اللي عملها وخلته منبوس كده، لكن هو بيفضل يتوهها ويهزر معاها ومش بيديها اجابه حقيقيه. وبيوصلوا لقريه فانيا يجمعوا فيها المعلومات، لكن بيستغربوا ان النهر نشف والناس متجمعين عشان في فارس اسطوري غرس سيفه في الارض ومنع الميه الجوفيه. وفجاه بيطلع وسطهم طفل اسمه ميدو وبيقول لهم ان صاحبه من الخطايا السبع المميته ويحل الموضوع. فبيشتم فيه كل اهل القريه وبيقولوا ان كل اللي حصل لهم ده بسببه انه حط حشره للفارس. فبياخدوا من يوداس وبيرجع للمطعم. تفضل اليزابيث واقفه مع عمده القريه يكلمها عن ميدو، ولما بترجع لهم للمطعم بتقول لميدو انها عارفه انه كذاب ومخادع، بس بتحاول تقرب منه وبتحكي له انها كانت بتحب المقالب وهي صغيره. وفي مره طلعت فوق شجره فابوها اتخض اول ما شافها وحاول ينزلها، لكنه وقع واتعور وهي حست بالذنب لانه كان ممكن يموت فيها. فبيقول لها ميدو انه مش قصده يعصب الناس برضه، بيحكي لها ان ابوه وامه كانوا رحالين ولكن في يوم من الايام ماتوا، واهل القريه هم اللي خدوه ربوه زي ولادهم، وكان مبسوط لكن ما كانش عنده عيله فكان بيغير من كل اللي عندهم عائله. اما الفارس فكان بيعامل الكل بطريقه وحشه واهان
اهل القريه، وفجاه بيسمعوا صوت في القريه، فبيجري ميدو على هناك وبيكون هناك 2 فرسان، فبيهددوا اهل القريه لو ما سحبوش السيف هتتضاعف الديون 10 اضعاف. كل طبعا بيلوم ميدو، فبيجري على السيف يحاول يسحبه، ولكن طبيعي والنتيجه المتوقعه من غير فايده. بيتريق عليه الفرسان وبيقولوا له كده هنزود السعر ل20 ضعف، فبيزعق اهل القريه في ميدو وبيقولوا له انه بيبوظ الموضوع اكتر، لكن العمده بيتدخل وبيسكتهم وبيقول لهم هو مين اللي جرح كرامتهم واهانهم، ميدو ولا الفارس؟ وتصرف ميدو هو اللي كان كلهم نفسهم يعملوه، فبيروحوا لميدو يساعدوا وبيربطوا السيف وبيحاولوا كلهم يسحبوه ولكن بدون فايده، لكن ميليوداس بيوصل وبيروح يسحب السيف بمنتهى السهوله، فبيتصدم الكل وبتطلع الميه الجوفيه تاني لاهل القريه، وبيرمي ميليوداس السيف للفرسان فبيخافوا منه وبيهرب. بيقف اهل القريه كلهم يعتذروا لميدو، اولهم العمده، وبيتجمعوا كلهم في مطعم ميليوداس، وبتحاول اليزابيث تقدم الاكل لكن بتبهدل الدنيا. وفي الوقت ده في قلعه سولغريس بيوصل الخبر للفارس غلسندر صاحب السيف، وان في ولد مجهول قدر يسحب السيف، فبيسالهم عن مكانه وبياخد الرمح من واحد من الفرسان وبيرميه من الشباك بقوه سحريه لا يشوبها شائبه. حس ميليوداس باللي حصل وبيخرج من المطعم يلاقي اليزابيث قاعده لوحدها وبتحكي لنا اهل القريه قرارها بابوها، وهو مركز في انه بيدور على الربع، وبيقول لها في النص انها لولا انها كانت عايزه تساعد المملكه وعيلتها وجت لهنا ما كانوش اهل القريه دي حصل معاهم اللي بيحصل. وبنشوف الرمح جاي من بعيد فبيمسكوا بيطير معه وهو بيحاول يوقفه، لما بينجح بيرمي تاني يرجعه للقلعه، وده اللي بيخلي غلسندر يتاكد انه شخص من الخطايا السبعه المميته، وبيعرف ان ده هو القائد ميليوداس. وبتجري اليزابيث عليه بتلاقي المكان كله متدمر وايده بتنزف، يقول لها انها اشاره عشان يسيبوا المكان ده، ولكن هي بتقول له ان ميدو مش عاوز يروح ابدا لغابه الاحلام، فبيشوفها ميليوداس مناسبه بس مش هيستخدموها برضه لانها ممكن يكون في شخص من الخطايا هناك، فهيروح يدور على زميله من الخطايا السبع. والحقيقه اللي غلسندر عنده مشاكل مع الخطايا السبع عشان قتله، وبيروح للقريه يدور على ميليوداس لكن ما بيلاقوش حد، وبيقول للفرسان اللي معاه على الاتجاه اللي اكد اللي راحوا عليه، فبيفهم انه اتجاه غابه الاحلام البيضاء. وفي الوقت ده بيكون ميليوداس دخل غابه مع اليزابيث والخنزير وبقالهم 3 ساعات بيلفوا مش لاقيين حاجه. فجاه بتظهر نسخ غريبه تانية من الغابه وبتكون نفس شكل اليزابيث، وكل واحد منهم بتحاول تقنع ميليوداس انها الحقيقيه، وده بيخليه محتار وكلهم بيهاجموا عليه، فبينط لبعيد يقف في مكان عادي عنهم وبيبدا يطلب منهم ينفذوا امره عشان يعرف مين منهم الحقيقيه. وفي النهايه بيقدر يعرفها لانها مش بتقدر تنفذ كل حاجه هو بيطلبها منهم على عكس الباقيين، وبيقضي عليهم على طول. وكل ده هو عمال يسمع اصوات في الغابه بتقول لهم يبعدوا ويخرجوا من الغابه لانهم ما يقدروش يعيشوا فيها، وبيكتشف ان النسخ كانت عفاريت الغابه، فبيبداوا يجروا وراهم ويطاردوهم وبيتفاجئوا انهم رايحين ناحيه بنت نايمه في وسط الغابه بينادوا لها باسم ديان. والغريب ان البنت دي حجمها حرفيا ضخم جدا، وبيبدا العفاريت يصحوها وبيقولوا لها انهم سمحوا للمتسللين يدخلوا الغابه بالغلط، فبتصحى ديان فجاه وهي فاكراهم فرسان اسطوريين وبتبص عليهم وتخطف ميليوداس من وسطهم، فبيتخضوا عليه طبعا لكن ديان بتسمعهم بينادوا باسمه، فبتستغرب وبتبص له عن قرب، فبتلاقيه بيسلم عليها وبيقول لها انه ما شافهاش من 10 سنين، فبتتحمس بيه وبتفضل تصرخ زي الاطفال وبتناديله بلقب القائد ده. فبيفهم الخنزير انها واحده من الخطايا السبع وهي ديان خطيئه حسد الافعى، وديان بتشوف الخنزير بتقرر تشويه على الغدا من غير تفكير، بس كل ده بيتركن في جنب اول ما بتشوف اليزابيث. تعرف انها كانت مع ميليوداس وبترميه على طول، وبتقلبها دراما وعياط عشان ما صدقتش لما لقت الراجل اللي هي بتحبه واتصدمت ان مع واحده تانية يا خنين يا ندله. بتنزل فيه ضرب لحد ما بيقول بس، بعدها اخيرا بيشرح لها هم مع بعض ليه وبيفهمها اللي حصل، فبتحس انها اتسرعت شويه وبتعتذر له وبتقرر انها تكمل معاهم رحلتهم وتساعدهم. لكن فجاه بيلاقوا عاصفه رعديه غريبه ظهرت والبرق بتاعها ضرب ميليوداس خدرته في مكانه، والباقيين بيحصل لهم نفس الحاجه ومش بيكونوا فاهمين ايه اللي حصل لحد ما بيظهر غلسندر، بس محدش منهم بيكون عارف هويته غير اليزابيث اللي بتتخض اول ما بتشوفه وبتقول لهم انه فارس اسطوري وكان مساعد ابوها وكمان يبقى ابن زرتراس القائد العظيم للفرسان الاسطوريين. فبيفتكروا ميليوداس من كلامها وانه اداله كام درس محترمين لما كفي الدرس، فبيرفع غلسندر سيفه على ميليوداس وبيساله لماذا تطارد الخطايا السبع، وان في جزء عايز يعمل اباده للجماعه المتمرده اللي خططت لاسقاط المملكه، والجزء الثاني عايز يحارب الاساطير القدام عشان يثبتوا قوتهم هما الاثنين مع بعض، واكتر لانه عايز ينتقم لابوه. فبيستغرب ميليوداس بيلمح ان هو اللي قتل ابوه وهو مش فاكر اللي حصل قوي، كل اللي فاكره ان من 10 سنين وقت احتفال كان رايح على امل يطلع يشرب، لكن وقت ما
وصل للقصر مع فريقه من الخطايا اتصدم بالقائد الاعظم ميت بطريقه بشعه، وفجاه لقوا نفسهم متحاصرين في القصر، وكمان بدا الهجوم عليهم، واخر كلمه فاكرها هو ان حد بيعتذر له وبيناديله بلقب القائد، وبعد كده مش فاكر ايه اللي حصل. بعدها صحي في قلبه ولقى الخنزير هوك، لكن غلساندر مش بيشوف فرق وبيفضل شايف انهم جماعه خونه خططوا لقتل القائد، فبتحاول اليزابيث تدافع عنه انه فريق ما قتلوش القاتل، فبيلف غلساندر عليها وبيقول لها انه المفروض يحميها عشان المملكه، لكن مش فارق معاه حياتها او موتها، فالاحسن تمشي لان مشكلته معاهم وهي ملهاش دعوه، فبتقف قدامه وتحميهم بنفسها، لكن غلساندر بيشوط الخنزير ومش بيتبقى غيره هو ومليوداس، وديانو بيفكوا هما الاتنين قيود البرق اللي مكتفينهم وبيقولوا انهم عايزين يتحرروا، فبيظهر غلساندر من وراه وبيخبطه بالسيف راسه من وراه، بيوقعه في الارض وهو بينزف ومش بينطق، وبيقول له انه هيخلي باقي الخطايا يحصلوا، لكن مليوداس في الحقيقه قصد انه يسيبه يضربه عشان يعرف منه مكان زمايله الخطايا الباقيين، وبيشكروا على المعلومه لانه دلوقتي هيقدر يروح السجن في سجن باست ونوكروليوس، وبيقول لغلساندر يبقى نكمل بعدين بقى حالتها، لكن غلساندر طبعا بيرفض وبيحاول يهاجمه لكن مش بيقدر يسيبه، وبيقول لغلساندر يكملوا بعدين قتالهم، لكن غلساندر مش بيقدر يسيبه، اخر ما بيزهق منه مليوداس بتمسكه ديان ترميه في الهواء، يرجع الخنزير واليزابيث بيلاقوا غلساندر ماشي، وبتتخض اليزابيث على مليوداس لما بتلاقيه مصاب، لكن ديان طبعا بتتضايق منها وبتقول لها ملهاش دعوه بيه عشان مهمتها هي انها تساعده. في الوقت ده في معبد مجتمع فيه اهالي مساكين بيدعوا على الفرسان الاسطوريين، بينزل فوق دماغهم غلساندر يكسر المعبد فوق راسهم وبيطلع ولا كأن حصل حاجه، وفي الوقت ده بترجع اليزابيث مع الفريق في المطعم تعالج الخنزير هوك، وبتحكي له عن غلساندر اللي كان حارس اختها مارغريت وزي اخوها الكبير، وكان بيخلي باله منهم لحد ما ابوه مات، وكان القائد الاعظم ووقتها بتفتكر الكلام اللي سمعته وبتخاف يكون هو اللي خطف ابوها، ودلوقتي بيكون مليوداس عارف ان بان محبوس وكينج مات واتدفن، وعشان كده بيقرر يروح للسجن بس يجيب بان، لكن اليزابيث بتعترض على قراره وبتشوف الاولويه لعلاج جروحه قبل اي حاجه، لكن هو بيقول لها انه جرح بسيط ولو نام وصحي هيبقى كويس، بس هي بتخاف عليه وبتروح تطمن عليه، بتلاقيه ما قدرش يوصل للسرير ووقع في الارض، وفي الوقت ده بيوصل تقرير لسجن باست بظهور 2 من الخطايا في غابه الاحلام البيضاء، متوقعين انهم يجوا يسرقوا الراجل الموجود، والمسؤوله عن السجن هي فريزيا من جماعه الانياب الغريبه ومعاها غليغيوس من نفس الجماعه، بيلعبوا شطرنج سوا ومش بيقلقوا من تقرير جيريوكو عشان واثقين في بناء السجن وحمايته، غير انهم موجودين زي ما بيقول، وبيشك وجوده انهم بيجوا اصلا. وفي الوقت ده بتوصل ديان لقريه اسمها دالامالي تدور على دكتور، بس الكل بيخاف منها بسبب حجمها العملاق، تجري وراها اليزابيث تطلب منها تسيبه تساعد مليوداس، وهي عشان الناس اللي بيخافوا، لكن هي مصممه هي اللي تساعده، لحد ما في النهايه بتقتنع وبتقعد تساندهم، لكن فريزا بتشوفهم وبتعرف مكانهم وبتقرر تروح لهم، وبعد ده كله بتروح اليزابيث تطمن على مليوداس، وبتسيب ديان اللي بتدمر المكان عشان تتخلص من الحشرات، وبتروح اليزابيث تطمن عليه، بتلاقيه نايم زي الميت، وبتتصدم بصوت غريب بيقول للدكتور برافو عليك، فبيعترف الدكتور انه اداله خليط سام مش هيخليه يصحى تاني، وبيظهر قدامه غلوليوس من جماعه الانياب الغريبه وهو صاحب اوامر تسميمه، وبيقول لإليزابيث ان عندهم اوامر ياخدوها للقصر، وبياخد السيف بتاع مليوداس كمان، وبنرجع لورا ل 12 سنه نعرف حكايه السيف ده. وفي يوم كان مليوداس قاعد مع يان اللي بيطلب منه يوري له السيف بتاعه، وبيحاول يسحبه منه لكن مليوداس بيرفض، بس مان بيصمم وبيعاند وبيحاول يستفزه ويشوف غضبه وسيفه، لحد ما مليوداس بيزهق منه، واول ما بيطلع السيف بيتصاب بان بجرح غريب في رقبته وبتكون كلها دماء. وبنرجع للوقت الحاضر، بمجرد ما يسحب غلوليوس السيف من مليوداس بيقوم مليوداس من النوم، مع انه المفروض متسمم، لما بيصمم غلوليوس ما يسيبوش بيتحول شكل مليوداس، ومجرد ما بيبص له بيترعب منه وبيهرب على طول، وبعدها بيرجع شكل مليوداس تاني وكمان جرحه خف، وده بيفاجئ اليزابيث وبيطلعوا ورا غلوليوس وبيلاقوه فعلا بيعمل نفسه هيستسلم قدامهم، لكن بيحاول يخدعهم ويهاجمهم، بس مليوداس بيصد اسلحته على طول. وبعدها بيظهر الدكتور اللي بيقول لغلوليوس انا سممتهولك زي ما انت طلبت، سيب حفيدتي بقى، وفجاه بيختفي غلوليوس تماما، واول ما بيظهر بيقتل الدكتور وبيوعده انه يبعت له بنته وراه، فبتجري اليزابيث على طول على الدكتور، لكن غلوليوس بيحاول يهاجمها، وفي اللحظه دي لولا مليوداس كانت ماتت هي كمان، وبيفضل غلوليوس يختفي ويظهر ويهاجم مليوداس اللي بيصد كل هجوم بيعمله، وبعدها بياخد اليزابيث وبيقول لها انه لازم يهربوا، وبيدخلوا المبنى قديم، وبذكاء مليوداس بيقدر يستدرك غلوليوس ويخليه يجي وراه ويقع في المبنى القديم وبيتحبس بين الخشب، لكن لما بيسالوا عن سبب مطاردته لإليزابيث والسيف بتاعه بيهرب مره ثانيه وبياخد حصان المره دي يجري بيه، فبتجري إليزابيث على الدكتور تساله ليه عمل كده، فبيقول له هو مطلع في الروح ان
انه كان عايز يحمي بنته مش اكتر. ولما بيموت الدكتور بتنهار اليزابيث لانها كانت بتحس ان السبب في كل ده حاجه ورثت الدكتور وميليوداس وعرضتهم للخطر بسببها، لكن ميليوداس بيقول لها ان دي مهمته وهو هيحافظ على وعده. وبيكمل طريقه مع هوك، لكن اليزابيث بتيجي جري وراهم وبتدي لميليوزا الشنطه عملت، فبياخدها يحط فيها السيف وبتصمم انها تكمل معاهم الرحله حتى لو فيها مخاطر على حياتها. وبيتفقوا ينقذوا سنت بنت الدكتور الاول، وبيتفاجئوا بديان مقابلهم في نص الطريق. كمان بيستغربوا من شكلها واسلوب كلامها فبتهجم عليهم بدون سابق انذار، والحقيقه انها بتكون تحت سيطره احد الفرسان المقدسين من جماعه الانياب الغريبه دي، مخلينها تشوف ميليوداس على انه فارس اسطوري لازم تقتله. فبيحاول ميليوداس يهرب وينقذ الناس اللي بيتعرضوا للخطر منها، ولما بيتاكد ان الكل في امان بيجري عليها يشوف مالها، لكن بيقابل بدلها روين السبب في حالتها دي. فبيبدا يهاجمه عشان يشيل التعويذه اللي عملها على ديان، لكن هو في الحقيقه بيهاجم ديان نفسها وهو كمان موهوم، وباقي الفريق شايفينهم بيهاجموا بعض ومش عارفين يتصرفوا. في الوقت ده بيكون بان قدر يهرب من السجن وهدد جيريكو وكمان اخد الدرع لكن لقاه صغير عليه فبيتعصب وبيدي اوامر يدوروا عليه. وبيبص بان بيلاقي الفارس جوده موجود في وشه وبيهاجمه بان وبيسيبه في صدره وبيهدده انه مهما كانت قوته فمش هيكون اقوى منه شخصيا. وفي الوقت ده بيكون ميليوداس وديان لسه نازلين في بعض ضرب، كل واحد منهم فاكر التاني فارس اسطوري. فبتدخل فريزيا هي كمان وبتبدا تهاجم اليزابيث بعاصفه من الحشرات، وبتهاجم بقى الطفل المسكين اللي قابلوه في الطريق، وبتتريق على اليزابيث ان كلامها ووعودها كلهم فارغين وما لهمش لازمه وما تقدرش تحمي حد. فبتروح اليزابيث وسط العاصفه عشان تنقذ الولد المسكين. توقف فريزيا عاصفه الحشرات، لكن الصدمه الحقيقيه انها بتلاقي الولد ده هو اصلا الفارس الاسطوري روين اللي مسيطر على ميليوداس وديان. وبيجيب اليزابيث من شعرها يرميها فوق الارض وبيضرب هوكو وكمان، وبيرجع يضرب اليزابيث وبيقول لها ان سر التنويم اللي عملوا عليهم هو في الجرس اللي في عصايته، لكن هي فهمت ده من قبل ما يقولوا عشان كده كسرت الجرس باسنانها. فبيتعصب روين اول ما بيكتشف اللي عملته وبيكون هيضربها وهيقتلها، لكن ميليوداس بيتدخل في اللحظه دي وبيوقفه قبل ما يلمسها وبيجري عليها يطمن. فبيتعصب روين وبيهاجمه وبيتريق عليه انه مجرد عيل ملوش لازمه. بيقلب عليه ميليوداس وبيهاجمه بضربه طياره وبيرجع يضربه ويلزقه في الحيط وبيكسر درعه كمان بضربه واحده، وبيديله الضربه اللي بعدها يخليه ينزف من قوتها وبيقضي عليه. وفي الوقت ده بان في السجن بيقول لجود انه سابه يقبض عليه عشان وحشه احساس الالم والمعاناه، لكن دلوقتي زهق خلاص وبيطلع الجزء الحاد اللي كان في صدره من ضربته وبيقول له لو القائد عايش فده معناه ان كل حاجه مسليه هتحصل، وبيقتل جود بنفس الجزء الحاد اللي هاجمه بيه. وفي الوقت ده بتكون ديان هي كمان هزمت فريزيا ودست عليها وعصيتها زي الحشره حرفيا، فرق احجام بقى يا صديق. وبنشوف اليزابيث بتلاقي حالتها خطيره ولازم تتعالج، لكن هي بتصمم تكمل معاهم السجن فبياخدوها معاهم. والغريب انهم مش بيلاقوا اي حراسه على السجن، لكن في الحقيقه جيريكو بتكون مخططه لده مع غليوس اللي بيطلع خرزه سحريه وبيستخدمها في انه يعمل تعويذه اغلاق ابديه على السجن ويحبسهم جواه، ودي تعويذه قويه محدش يقدر يكسرها وبكده هيخلص عليهم في الحبس. هم في الوقت ده بيكونوا لقوا سنت بنت الدكتور اخيرا وعايزين يطلعوها. هي اول ما بتصحى بتنخض وتصرخ لما بتشوف ايد ديان جايه عليها وبتحطها في شنطتها جنب اليزابيث، وبيتفاجئوا بان بان جاي عليهم وبيبص هو وميليوداس على بعض بنظرات جاده جدا والنظرات حاده. بعدها يجروا يسلموا على بعض وبيكسروا السجن حواليهم حرفيا، وهم بيسلموا على بعض بس بيكملوا لحد ما بيدمروا السجن كله. بيتصدم الحراس اللي بره ان التعويذه اللي حيلتهم اتكسرت يا صديقي والسجن اتدمر، فبينسحب غلوليوس على طول وبيرجعوا مع سنت يودوها لابوها الدكتور اللي بيطلع عايش بفضل ميليوداس وقدرته الغريبه في الشفاء. فبيشكروا الدكتور بوجبه عشاء وبيهتم باليزابيث. بينام بان في اوضه ثانيه هو كمان، ولما بتفوق اليزابيث بتسال عن سنت على طول فبيطمنها ديان عن الكل وبيقول لها ايه اللي حصل، وبياخد ميليوداس بان وبيعرفه هو واليزابيث على بعض وبيقول لها انه خطيئه الجشع الثعلب مش بيستغرب من حاجه اكتر من هوك اللي بيصدمه انه خنزير بيتكلم، وبيفكروا كينج اتلعن وبقى خنزير، لكن ميليوداس بيقول له ان كينج مات حسب الاشاعات. وبيقاطعهم الدكتور ان الاكل جاهز فبيجروا عليه بياكلوا كلهم سوا وهم مبسوطين. بتكون اليزابيث مبسوطه بالاجواء الجميله دي فبتقول لها ديان انها ما عندهاش مشكله تحارب معاها لانها جريئه النهارده. وبيبصوا بيلاقوا الشهب في السماء بتتقاطع وعامله شكل جميل، لكن تقاطع الشهب ده كان معناه في التاريخ البريطاني ان بريطانيا هتواجه صعوبات وازمات كبيره جدا واصعب اوقات جايه عليها وتعتبر نذير لبدايه الحرب، حرب اسطوريه بين الحق والباطل. وبيرجع بني ينام لكن بيشوف حلم غريب وهو فيه وصل لينبوع الشباب اللي
نقطة منه على اللسان تطول العمر 10 سنين، ورشوة واحدة تزود العمر 100 سنة، لكن عليه حماية على حسب الإشاعات. فبيكون متخيل إنه هيلاقي حراس يوقفوه، بس المفاجأة إنه بيلاقي بنت صغيرة هي حارسة الينبوع، وبتهاجمه تطيره أصلا من المنطقة كلها، وبيصحى واقع على السرير على صوت هوك، وبيصحيهم وبيقوموا كلهم يفطروا سوا. وخطتهم دلوقتي هي إنهم يروحوا لنكريوس يدوروا على كينج، مع إنه لقوه إنه مات، بس هو الخيط الوحيد، عشان كده هيروحوا يتأكدوا بنفسهم. بس وهم قاعدين بينام بان، وبيرجع يكمل الحلم وهو بيحاول يرجع للينبوع، والحارسة بتوقفه وهو مصمم وعمال يحاول. فبتستغرب هي إن الغابة مش بتهاجمه عشان تدافع عن نفسها، فبيعمل خدعة سحرية بسرعة يجيب بيها شوية من الينبوع، لكن هي بتصرخ وبتوقفه بإنها تربطه بأغصان الشجرة وتمنعه من الحركة، لكن هي بتقدر تقرا عقول الناس، وبتتفاجئ لما بتعرف إنه عايز يدوق الينبوع مش يسرقه. فبتسأله عن هويته وبتقوله إن اسمها ألين، وبيصحى من النوم على وصول الفريق أنكريلوس. فبيقرر مليودس يشتغلوا كلهم في المطعم عشان يجمعوا معلومات عن القرية دي وعن كينج. فبيطلع بان يجمع معلومات، وبنشوف بنت صغيرة بنفس الشعر الأشقر لإلين، فبيفكرها هي وبيضحك، بس حالتها بتكون غريبة. وفي الوقت ده بيكون مليودس المطعم بيكلم إليزابيث عن كينج وإنه تميمة الحظ للخطايا، كمان بيحب الدبابيب جدا ودايما بياخد دبابيب الأطفال يصلحها وبيرجعها لهم تاني. وكل ده وبان مع الطفلة بيحاول يفوقها لحد ما بيجي واحد ويقول له بعد إيدك عن إلين لأنها أخت الصغيرة، وبيحاول الولد يهاجمه عشان ينقذ أخته، لكن هي بتقول له إنه كان بيهتم بيها فبيعتذر له. وفجأة بيظهر ولد تاني غريب بيصيب بان برمحه في صدره، وبيطلعه من ظهره وبيقول له أنا عارف حقيقتك، وإنه مش بيموت، وكمان عارف خطيئته وهي إنه بيملك جشع ويكسب حياة أبدية، وإنه قتل حارس ينبوع الشباب. فبيتعصب منه بان وبيفشخه ضربة حرفية، وبيكون بان خلاص هيخلص عليه، إلا إن مليودس بيقطعه وهو جاي يسأله أنا سبت الشغل ليه؟ بان بيفهمه وبيشاور له على الولد ده لحد ما بتيجي ديان تشوف الدوشة دي، وبتتفاجئ لما بتشوف كينج وهو الولد اللي كان بيتخانق مع بان أصلا. فبيتصدم بان إن ده كينج لأن شكله اتغير كتير، بس هو مش بيعبرهم وبيمشوا ويسيبهم في هدوء، وبيرجعوا للمطعم وبيجهز لهم بان الأكل وبيعزم الطفلين معاهم وبيحاول ياخد منهم معلومات. وبيقولوا له كينج كمان كان عايز يروح لنكروليس مهما كلفوا الموضوع، لكن المدخل بيقال إنه بيدخل الناس الأموات. وبتقول لهم إلين إن جارهم كان دايما بيقول إن ذكريات الثمينة مع الأموات ممكن توصلهم لهناك. وفي الوقت ده بيكون كينج مبسوط لأنه شاف ديان لأنه معجب بيها واطمن عليها، ومليودس لكن عايز ينتقم من بان. وفي الوقت ده بيروح الفريق يدور على القرية وبيحاولوا يلاقوا طريقة للدخول، وماشي عمال يفكر في ألاين، وبتلاحظ ديان إن الأرض تحته بقت كلها ورود، ولما بيطير هوك وردة منهم بتفتح بوابة فجأة بعاصفة كبيرة حواليهم. فبيجري عليهم كينج أول ما بيشوف اللي حصل، وبيلاقي نفسهم انتقلوا لمكان غريب وكلهم مش عارفين ذكريات مين اللي اتفتحت دي، لكن فجأة بيلمح بان ألاين من بعيد، فبيجري عليه وكينج بيطلع يجري وراه، وبيفضل بان يجري وراهم لحد ما فجأة بيلاقيهم اختفوا. وفي الوقت ده بتظهر بنت غريبة وباين عليها شريرة، وبتهدد الطفلين عشان يقولوا لها طريقة الدخول للنكروليس، وبتهدد بقتل إلين. فبيخاف أخوها وبيقول لها إنها للأموات والذكريات معاهم، فبتضرب البنت نفسها في مكان قلبها وهي مش فاهمة تصرفها الغريب. وفي الوقت ده بيكون الفريق بيدور على بان وكينج، بس مليودس بيحس إن في حد موجود تاني. أما بان فلما بيشوف كينج بيقول إنه مزيف، فبيصمم كينج إنه الحقيقي فعلا وبيفضل وراه. فبيسأله بان لو كان رجع عشان ينتقم منه، فبيقول له كينج ده آخر إحساس كان يتمنى يحسه، وبيحكي له إن بعد اللي حصل من 10 سنين فاتوا قرر يرجع لبلده، لكن اتصدم من منظر البلاد المحروق. ولما كان جزء من فريق ما جاش في باله إن سبب إنه مش بيموت إنه قتل حارسة الينبوع وشرب المية اللي فيه، وبيكشف له حقيقة إن الحارس ألاين دي كانت أخته، ولأنه عارف قدراته كويس بيهاجمه بعصاية. تحوله الحجر عشان ينتقم لأخته، لكن في الحقيقة بان كان قريب من إلين وكان بيقضي وقته معاها وعايز يحررها من دور الحراسة بتاعها عن طريق إنه يرجع لها أخوها اللي بتحكي عنه واختفى من 10 سنين. لكن فجأة وهو بيتكلم معاه بيلاقوا الغابة حواليهم بدأت تولع وظهروا وحوش غريبة. فبتقول له ألين إن مفيش غير حاجة واحدة ممكن تولع نار في الغابة، هي نار العذاب، ودي كانت فاكراها اتهزمت من زمان بالحرب القديمة واتحبست. ووقتها قرر بان يقتل الوحش الشيطاني وضربه من ظهره وطلع قلبه بالفعل، لكن إلين اتصدمت وجريت عليه تقول له إن الشيطان عنده أكتر من قلبه. في اللحظة دي بيكون جسمه بيتحجر زي ما هو بسبب كينج اللي بيقول له ينطق آخر كلماته. بان بيكتفي إنه يبتسم له بس، وباقي الفريق بيدوروا عليهم، لكن فجأة بتظهر لهم البنت الغريبة وبتقدم لهم نفسها، وهي فارسة أسطورية اسمها غيبيا تطلب سيفها قصادهم عشان تواجههم. فبياخد هوك إليزابيث وبيجري، وبيفكروا نفسهم بعدوا خلاص لحد ما بيلاقوا مليودس اترمى فوقهم من وراه بسبب هجوم غيميا. فبتحاول ديان تهاجمهم، لكن غيميا قوتها بتخليها تصد كل الهجوم. هو بتواجه مليودس وبتستفزه لحد ما بيستخدم سيفه على طول. بتفهم قوته في الارتداد الكامل اللي بيعكس اي سحر يتوجه ناحيته على اللي عامله بالضعف، لكن نقطة ضعفه انه ما يقدرش يبدأ الهجوم
النجوم وبتتحداهم يوروها قوتهم. وفي الوقت ده بيكون بان اتحجر وكينج سايبه وماشي خلاص، لكن فجأة بيلاقي ضوء ذهبي ظهر قدامه وهي إلين بتحرر بان من الحجر اللي هو فيه وبتسأله عن سبب الندبة اللي في وشه. وكل ده وكينج اصلا مش شايفها، فبيطلب منها بان تظهر نفسها، لكن هي بتقول ان نيكروبوليس ارض الاموات وعشان يظهروا لازم يكون بينهم وبين الاحياء مشاعر، وبيحسوا بوجود الفارس الاسطوري. لكن قبل ما بان يمشي بتسأل إلين هو جه ليه، فبيقول لها مش لسبب معين بس هيقول لها حاجة وهي انه هياخد اللي يخصه. فبيتصدم كينج من كلامه ومش بيكون فاهم، بس الحق ان اللي حصل بعد كده ان الشيطان هاجمها فجابت ميه الينبوع تشفي بيها بال، لكن هو رفض وطلب منها تشربه هي، فاخدتها وخلته يشربها غصب عنه وهي فضلت مصابه. فقام بان يواجه الشيطان وجسمه قدر يشفي كل جروحه بفضل ميه الينبوع. اما كينج فبيساله ليه بتتصرف كده، فبتقول له انها استحملت 700 سنه لما هو اتخلى عن بلده، لكن بان نستاهل 700 سنه في 7 ايام، فكان عارف ان انت اخويا وعصبك عشان تضربه بالرمح. وفي الوقت ده المواجهه مع الفارسه الاسطوريه مكمله وقوتها تسيبهم كلهم حتى بعد ما بان انضم ليهم. وفي اللحظه دي بتطلب إلين من كينج انه يساعد بان وينقذه، بيبص بيلاقيها اختفت وقدامه اليزابيث وهوك بيشرحوا له اللي بيحصل له. لما بيشوفوا الرمح بتاعه بيحاول يسحبوه، واول ما بيقدروا بيلاقوا انفجار من نجوم غيبيا وبتتصاب ديان، فبتقف هي وهم بيكملوا قتال بالسيف وبتضرب غيبيا بان بالسيف في رقبته، وبيتفاجئ بان برمح داخل من ظهره لصدره وبيبص بيلاقيه بان. اما غيبيا بتشوف كينج وبتقول له ان خيانته مش متوقعه لانه كان متحالف مع الفرسان الاسطوريين عشان هم عايزين يدمروا الخطايا وهو عاوز يدمر بان، كله في المصلحه العامه يا صديقي، وهي كلها مصالح وبتطلع. لكن دلوقتي هو بينفذ طلب اخته إلين، ولما بتحاول غيبيا تهاجمه بيصعد على الرمح المميز بتاعه، وغيبيا بتقول له انها تقدر تواجههم هم الاربعه مع بعض، لكن كينج بيرفض وبيتفق معاها يواجهوها واحد ورا التاني، وبيبدا هو المواجهه. ولين بتتفرج على المواجهه وهي واثقه فيه وفي قوته، لانه لما رجع شاف حال بلده فضل يعيط ويلوم نفسه، وهي اكتر واحده عارفه قوته الاحتياطيه بما انه كينج او زي ما اسمه الحقيقي بيقول هارلوكين ملك الجنيات. وبيفكر نفسه هزم غيبيا خلاص، لكن فجاه هي بتفوق وبتجري تهاجمه بكل قوتها وبتكون هتقتله فعلا، لكن ميليودس بيتدخل في اللحظه الاخيره وبيصد هجومها، فبيرتد الهجوم عليها هي بقوتها بترجعها لعالم الاحياء. وفجاه بيلاقوا نفسهم بيختفوا ويطير اجزاء منهم لان نيكلوبليس بترفضهم لانهم مش اهلها، وبينطردوا لبره وبيلاقوا غيبيا قدامهم، فبيقرر ميليودس يتعامل معاه هو. وبتفوق تلاقي نفسها مربوطه في شجره وقدامها فارس اسطوري وقائد هيلبرام اللي بيلاقيها فشلت ومرسوم على وشها رسم عبيط. وبيقعد الفريق اخيرا في هدوء وبيسالهم كينج عن اليزابيث، ولما بيعرف انها اميره بيقول لهم هيظبط شكله وبيتحول لشكله هدوم مختلفه تماما وكليا، وبيرجع لشكله الطفولي تاني وبتمدح فيه اليزابيث وفي قوته، فبيقول للباقيين ليه ما استخدموش اسلحتهم الاسطوريه، فبيلاقي اللي ضيعها واللي باعها واللي اتسرقت منه وبيتصدم جدا من اللي عملوه. في الوقت ده في منطقه بانو بيكون في جيش ضخم من مجموعه كبيره بيقتل وعايز يدمر كل بريطانيا، وفجاه بيضرب فيهم البرق وبيظهر غليساندر وبيظهر شخص اسمه هاوزر، والاتنين بيضربوا الجيش ده كله بالبرق وبيحرقوهم زي الناموس. وفي الوقت ده يا جماعه الفرسان بينادي فيهم الفارس درفوس يحمسهم للقتال، وبيشوف الفارس هندروكسين انه بيبالغ جدا وبيوصل لهم خبر رجوع غليساندر وهورز، وبيقابلوا درافيوس على طول وبيبلغوا غليساندر بخيانه كينج للمملكه، وبيتكلموا عن الوضع وبيحذرهم درافيوس من قوه ميليودس خصوصا لما بيتعصب. لكن هاورز بيشوف كل ده كلام فاضي وبيمشي يبلغ غليساندر درافيوس ان في تقرير وصلت بان هندروكسين بيجند فرسان اسطوري. على افضل اصدق لو بحثت لايك انا هزعل جدا، انا بقيت احيانا ببقى الدغ من الاسامي دي غليساندر غرافيوس درافيوس. وفي الوقت ده بيكون كينج بيكلم الفريق عنهم برضه وبيسموهم الجيل الجديد، وهم شويه مبتدئين اخدوا قوه الفرسان الاسطوريين فجاه زي غيبيا اللي قابلوها، وبيفهمهم انهم لازم يلاقوا كنوزهم الاسطوريه لو عاوزين يهزموا المملكه. وبتسال اليزابيث عن ابوها واخواتها لكن هو مش بيكون عنده خبر عنهم، وبيقعد ميليودس مع اليزابيث اللي بتحكي له عن اهلها وهو بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش وانه هيرجعها. لكن في الوقت ده بيجتمع جيريكيو وتيغيو مع غيبيا وهيلبرام وكلهم بيتفاجئوا بوجود بعض، لكن اللي جمعهم هو هندروكسين وبيقول لهم انهم هيتولدوا من جديد وبيقدم لهم دم شياطين يشربوا منه. اما الفريق فبيقرروا من الصبح يبداوا بحثهم عن الاسلحه الاسطوريه، واول مكان هو اللي سمعوا فيه عن وجود مطرقه كبيره محدش يقدر يرفعها، واما بيروحوا يشوفوها بيلاقوها مطرقه ديان وبيلاقوا احتفال بقتال الايدي، والفايز هياخد المطرقه دي. فبيقرر ميليودس وبان انهم يشاركوا عشان يرجعوا مطرقه ديان، وفي ناس بتعرف قوتهم بمجرد ما بتشوفهم وبيستعدوا لبدايه المهرجان. وفي الوقت ده بتكون ديان واليزابيث في الغابه بيجمعوا الحاجات اللي تفيدهم، وبنشوف اليزابيث نباتات فطر كبيره فبتروح لعندها لكن بتتصدم بنبات فطر كبير زي الوحش قدامها. ولكن ده والمهرجانات بيبدا ومعاها بتبدا المواجهه، والخسران هو اللي يترمي بره الحلبه، ومنهم متسابق اسمه تايزو بيرمي في المتسابقين اللي بره عشان يفوز، وبيجي واحد على ميليودس
ميليودس ينصحه ينسحب، ولكن ميليودس بيمسكه وبيرميه في الهواء، وبان بيزهق من المنافسه اصلا وبيطير فيهم، وكينج ماشي وسطهم بهدوء، وهوك على ظهره خزان عصير يبدا يبيعه للناس. وبتظهر بنت غريبه في المنافسه قويه جدا وكمان سريعه زي البرق، ومش بيتبقى غير 8 منافسين بعد اول جوله في المهرجان، وبيبداوا يعملوا سحب بالارقام، واللي يطلع لهم نفس الرقم هتكون المنافسه بينهم، واول متسابقين هم ريامور والبنت الغريبه ماترونا، وهوزر الفارس الاسطوري وكمان موجود ضده تايزو. لكن بان حاول يغير في اساميهم بس لسه واضح، فلما بيسمعوا هوزر بيشك فيهم، لكن بيرجع يقول لهم مش هم عشان اساميهم. وبتبدا اول جوله بين غيرامور اللي المفروض يكون حارس الاميره فيرونيكا اخت اليزابيث وماترونا، وبيطلبوا من ماترونا تخلع ردائها عشان لو مخبيه اسلحه تحتيه، وبيستغربوا لما بيلاقوا ان هدومها نفس هدوم اليزابيث، لدرجه انهم بيفكروها هي. وبتبدا المواجهه بهجومها على غيرامور لحد ما بيعمل جدار حمايه ويحاول يطردها بيه، لكن الصدمه انها بتقدر تكسره وبتطيره هو عن الحلبه، وبتطير القبعه بتاعتها وبيبان شعرها البني، وبتنزل تسلم على الفريق، لكن ميليودس بيستغرب وبيسالها لو كان يعرف، بتزعل وتمشي، لكن كينج بيطلع وراها وبيعرف انها ديان، وبيتصدموا لما بيشوفوا اللي حصل وانها صغرت في الحجم، واليزابيث بقت اصغر منها بكتير دلوقتي بسبب الفطر الغريب، وكل ده والمهرجان مكمل، وبيفوز هوزر في تاني جوله. ودلوقتي بيجي دور كينج ضد العجوز كاين، وفي الوقت ده بتروح الاميره فيرونيكا اللي عند غريور تقول يقوم من مكانه، فبيجي اللي عنده هوزر يسال فيرونيكا عن وجودها هنا، تقول له انهم بيدوروا على اليزابيث لانهم شاكين انها هنا لان الخطايا السبعه هنا. وفي الوقت ده بتكون مواجهه كينج وكاين، لكن كينج مش بيقدر يقاتل بايديه وبيخسر قصاد العجوز كاين، وبيجي دور ميليودس وبان في اللحظه دي بيستعرض هوزر هويات الخطايا، فبيجري على المهرجان يرجع بسرعه طبعا عشان يشوف قوتهم قدام عينيه. وبتبدا المواجهه بين ميليودس وبان، الاتنين بينزلوا في بعض ضرب بين بتاع زمان كده يا صديقي، والكل مصدوم من قوتهم وضربهم في بعض، وهوزر في قمه سعادته ان شايف قوتهم اللي زي الوحوش، والاتنين بعد ما بينهاروا بيرجعوا يقوموا تاني يكملوا قتال، والناس مصدومه منهم من قوتهم. وبعد ما بيفكروا قوه ميليودس قلت، بيمسك بان يضربه يمين وشمال ويلزقه في الارض، وفجاه بيتغير شكل بان وبيتضخم عضلاته جدا، وبيفتكر نفسه بقى اقوى من ميليودس وبيجري عليه هجمه بشجاعه، لكن ميليودس بيضربه ضربه تكسر صوابعه وبتدخل في صدره وتكسر له دراعين كمان، لكن بان بيستخدم قدرته الخاصه انه يسحب قوته وسرعه ميليودس لحد ما ينهار في الارض، وبيضرب بان الضربه الاخيره عشان يهزمه ويقضي عليه، فبيتصدم الكل وبتصرخ اليزابيث خايفه عليه، لكن فجاه بيلاقيه وقف لوحده في الساحه، وبان طل بعيد ولزق في الجبل وهو مصاب ومتبهدل طالع عينه، والحق الندان. وكينج لاحظوا اللي حصل، وهي العلامه السوداء اللي ظهرت على وش ميليودس تاني، وبيجي دور مواجهه ديان مع هوزر، وفرونيكا بتدور على اليزابيث ومحدش عارف يلاقيها، وبيبدا هجوم هوزر على ديان باعاصير وهجمات قويه بتغطي كل مكان وتغطيها شخصيا، وفي الاول بيفكرها خايفه منه ومش هتقدر تصده فمش بيكون عايز يأذيها، لكن لما بيلاقيها بتقدر تدافع عن نفسها وتصده وتستحمل هجمات العواصف اللي بيضربها بيها بيتقل في العيار شويتين، وبيبدا يهاجمها بعاصفه ضخمه بتغطي الساحه كلها، وبيحاول يطيرها بيها من الحلبه عشان يفوزوا. فعلا هي بتبص تلاقي نفسها بتطير في الهواء، فبتتحكم في جسمها بسرعه بتقنيه العيار الثقيل اللي بتخلي جسمها حديدي، وبتنزل من فوق هوزر على طول توقعه في الارض تخليه مش قادر يقوم من مكانه، وبكده بيعلن الحكم انها هي اللي فازت في الجوله دي في نص النهائي، ولكن هي بتتخض على هوزر وبتمسكه تطمن عليه، فبيقول لها انه اخر جزائه، بس هي مش بتسيبه من غير ما تعتذر له انها زودتها، فبيضحك وبيقول لها انه اتهزم على ايد عضو من جماعه فرسان الخطايا وده شرف بالنسبه له، ومش بتقدر تسيبه غير لما بتلاقي الكل بينادي عليها، وبعدها بتسيبه وترجع للفريق، والكل مصدوم انها قدرت تهزمه لان محدش صدق ان الفارس الاسطوري ممكن يتهزم اصلا. وبيجي دور ميليودس في مواجهه العجوز كاين اللي هزم كينج، والجمهور متحمس للمواجهه دي طبعا بعد ما شافوا قوتهم هما الاثنين، وبيقول كاين لميليودس انه شاكك فيه لما شاف قوته اتاكد، وبيساله لو كان هو ابن ميليودس، فبيضحك ميليودس وبيقول له واتاشيوا ميليودس ذات نفسه ولا انا ابنه ولا حاجه، فبيتصدم العجوز وبيقول ازاي يبقى صغير كده، فبيقرب عليه ميليودس يسكته وبيقول له انها حكايه طويله ويطول شرحها، وبيبدا يهاجمه بعدين بيخلع رداءه فبيبان عليه شرط مملكه دانفول، فبتستغرب اليزابيث لان ابوها قال لها على المكان ده قبل كده، ده مكان ولادتها، وبيبدا كاين يطلع نار من ايده وهو بيسال ميليودس هو ليه ضمن مملكتهم وقتل شعبهم وبيضربوا بهجمات متتاليه، وميليودس في مكانه مش بيتحرك ولا بيعمل حاجه، فالكل بيستغرب من استسلامه وانه بيتضرب كده ما عدا بان بيلاحظ انه سايبه يضربه عن قصد، وبيسال كاين هو ليه قتل ليز اللي كان بيحبها وخانهم كلهم وبيهاجموا بضربه ناريه انفجاريه، لكن ميليودس بيقول له هو في مكانه ان حاول يحمي كل حاجه وكل الناس لكنه فشل ودي كانت غلطته، وعشان كده المره دي لازم يحمي كل شيء وبيوقف كره النار، وبالطريقه دي بيتاكد فعلا ان هو ميليودس، وبيفتكروا ميليودس هو كمان وانه كان اسمه بارازارد
الشعلة وقت ما كان عضو في الفرسان. فبيأكد له كاين على كلامه وبيسأله لو المفروض يصدقه انه ما خانش دانافول. فبيأكد له مليودس. فبينهار كاين يعيط ويحضنه وبيقول له انه رجع ما لقاش حاجه وما كانش في غير الاشاعات اللي هو دمر كل حاجه، بس هو كان نفسه تطلع اكاذيب. وبيقول لمليودس انه لسه قلبه طيب ومع كاست هجمته ضده لانه كان يقدر يقتله وبيستسلم، وبكده بيفوز مليودس. وبيجي ميعاد اخر جوله، لكن قبلها بيقرر هوك يتصرف لإليزابيث. بيدوم وبياخد قطعه قماش اللي متغطيه بيها يعملها فستان بحجمها. وبيقف مليودس على الحلبه قصاد ديان وبيتفاجئ بستات بتشجعها على القتال وانت يهزمها. فبيقف يتفرج عليها طبعا، وديان بتسكت وبتديله على دماغه. في الوقت ده بتكون غيبيا مع جيروكو راجعين لفيزل ومستعجلين على الوصول، وخصوصا جيروكو. وكل ده وديان بتضرب في مليودس وخلاص جابت اخرها منه وزهق من تصرفاته السخيفه دي ومش عايزه تسمع منه اي اعذار ونازله فيه ضرب وهو بيحاول يتفادى ضرباتها. وهاوزر بيتفرج عليهم وهو مصدوم من اللي هي بتعمله. فبيقرر مليودس يهاجم ديان ما يكتفيش بصدها، وده بيخلي الجمهور متوتر عشان خايفين الحلبه نفسها ما تستحملش القتال الاسطوري ده. وبيضربوا بعض الاتنين بقوه كبيره وفجاه بيتجمدوا في مكانهم. فمحدش بيفهم ايه اللي حصل وليه الاتنين واقفين بالشكل ده كانهم اتحولوا لتماثيل. وبيروح بان وكينج هما الاتنين يقفوا جنبهم. وفجاه بيتكلم ميلودس قدام الكل وبيكشف عن هويته. انا هو قائد الفرسان، قائد فرسان الخطايا السبع المميتشا. وبيطالب ان قريتهم قريه فايزل تكون ملكهم، وبيديلهم كمان مهله دقيقه واحده عشان يسيبوا فايزل. وبيهددهم لو ما مشوش حالا هيقتلوهم كلهم. لكن يا صديقي معظم الناس مش مصدق كلامه عشان شكله الطفولي. ويبص بيلاقي الهجمات الناريه جايه ناحيتهم فبيتحرك بسرعه عشان يصدها، لكن فات الاوان. ودلوقتي وصلوا خلاص ومن ضمنهم غيبيا اللي اكيد دلوقتي بقت اقوى بكتير. ومحاربتهم ليها في نيكروبليوس. الاسوأ انهم المره دي 3 مش هي لوحدها. وبيتفرقوا فوق. في الوقت ده هاوزر وكاين بيحاولوا يخلوا المكان من اهل فايزل ويبعدوهم بسرعه. وفيرونيكا كل ده بتحاول تلاقي إليزابيث ماشيه وبتنادي عليها بس مش لاقياها في اي مكان، ولازم ينسحبوا دلوقتي. بتتجاهل فكره الانسحاب تماما وبتقرر تكمل تدوير عن إليزابيث لان مش هتيجي فرصه تانية انها تلاقيها. وبيكون بان ماشي وسط اللي بيحصل ده طبيعي لحد ما فجاه بيتعرض للهجوم من جيروكو مع انه مش بيتعرف عليها. فبتفكروا بنفسها لما اهانها في السجن. فبيتريق عليها وبيقول لها شكلك كده بتحبي تكوني شبه الولاد. فبتضربه قوه بالطياره لبعيد. فبيتصدم لما بيلاقي نفسه بينزف وجروحه مش بتلتئم وتخف على طول زي العادي. وبيلاقيها جايه عليه وبيقول عليها ان شبه تشبهها بالرجال هو ضعفها لانها كانت عايزه تبين نفسها اقوى، بس دلوقتي ملوش لازمه لان كراهيتها ناحيته. وفي نفس الوقت بتقف غيبيا قصاد مليودس وتقول له انها ما تقابلوش من زمان ومواجهتهم في نيكروليس كانت مفيده جدا وبتتحداه. فبيقول لها انه هيقبل التحدي. فبتضحك وبتقول له انه ما بقاش خصم ليها وما يقدرش يقف في وشها اصلا. وبيتهاجموا قارات ناريه كتيره جدا، لكن هي بتقول له انه لو اتهور وتصرف بعشوائيه ولمسها هتنفجر، لكن هي بتقول له انها هتنفجر حتى لو ما لمسها. وانفجار هيعمل تفاعل تسلسلي ويحبس الهدف في القفص. وبيترمي مليودس وبان الاتنين في الارض من قوه الهجوم اللي بيتعرضوا له. وبيشوفهم كينج بالصدفه فبيتخض عليهم، بس قبل ما يعمل اي حاجه بيلاقي نفسه بيتعرض لهجوم غيبيا هو كمان. ولما بيصدها بيلاقي جيروكو جايه من ظهره فبيهاجم الاتنين باقل قوه عنده. وقبل ما يدخل على الجد بيلاقيهم اصلا في الارض مهزومين خالص. وبيطلب نوك ياخد باله من باله مليودس لانه لسه عنده حاجات يعملها. وسط الفوضى والانفجارات ديان كانت بتدور على مطرقتها لحد ما لقت راجل مصاب حاولت تساعده، لكن فجاه ظهر هاورز عشان يقبض عليها قبل ما تعمل اي حاجه. حكم المهرجان بيتدخل ويسيطر عليها يرميها في شق بيتفتح في الارض. في نفس الوقت إليزابيث كانت جنب مليودس بتتمنى انه يخفه. وفي نفس اللحظه جسمها فجاه بيكبر وبتظهر اختها فيرونيكا تقلب عليها الدنيا وتفهمها انها متعاونه مع الخطايا. بتحاول تسحبها معاها لخصر لكن مليودس بيتدخل ويقول لها انا اللي هحميها. فيرونيكا بتستخدم اداه سحريه وفجاه بتحبس مليودس في بلوره غريبه. الامور بتتعقد لما إليزابيث بتتحبس هي كمان في فقاعه سحريه، لكن بان بيوصل فجاه. في نفس الوقت كينج بيحس ان وجود مليودس وديان عمال يختفي وبيحاول يدور عليهم، لكن فجاه بيلاقي نفسه في مواجهه مع حكم المهرجان اللي بيكشف عن هويته الحقيقيه وهو هيلبرام الفارس الاسطوري. هيلبرام بيهجم على كينج وبيسيبوا اصابات كتيره. وفي مكان تاني بان بيهدد فيرونيكا عشان يطلقوا سراح مليودس وإليزابيث، لكن جيروكو بتدخل وبتسيب بان والانفجار بيقع. وفيرونيكا بتضحي بحياتها عشان تحمي إليزابيث وهي بتقول لها احمي نفسك احميهم. إليزابيث بتنهار وبتصرخ على مليودس، لكن فجاه البلوره السحريه بتتكسر ومليودس بيخرج منها محب هاله شيطانيه ووشم غريب بيغطي نص
جسمه. اللحظه دي كانت بدايه الكارثه، وبتحس جيركو هي وغيبيا فجاه بحراره غريبه جسمها، ومش بيكونوا فاهمين هو ازاي هرب وطلع تاني بعد ما حبسوه. وفجاه بتتصدم غيبيا ان ايديها اللي كانت ماسكه بيها سيف مليودس اتقطعت في غمضه عين، وبيبصوا بيلاقوا مليودس ماسكها بايده المتغطيه بالوش، وبيمسك سيفه وبيهاجم بيه بقوه تدميريه بتدمر المكان. بتتصدم جيركو من القوه الهجوميه دي، وبتبص تلاقي غيبيا مرميه في الارض بتجري على تلحقها وبترمي حبايه فيها تعويذه شفاء سريعه عشان تحاول تنقذها، وبتنجح ترجع لها ايديها مره ثانيه. فبتفوق غيبيا وتشكرها وبتنبهها ان مليودس بينصر طاقه سحريه، وبيبصوا بيلاقوا باين ظهر وراهم بيسلم على جيركو وبيوري لها انه اخذ حبوب التعويذات بتاعتهم اللي كانت في ايد غيبيا قبل ما تتقطع. لكن فجاه بيتخض اول ما بيشوف مليودس جاي عليهم، فبيتوتر وبيسال لو كان قائده هو فعلا ده. مليودس بيجيبه نصين وبيكمل طريقه، واليزابيث طبعا قلقانه على مليودس فبتجري على هوك بتساله لو كان هو ده مليودس، ولكن ده شاكك انه يكون مليودس اصلا. وفجاه بيحصل انفجار جنبهم، وبتبص اليزابيث لما الدخان بيبدا يختفي بتلاقي مليودس قصادها بيقرب عليها يشمها، وبعد كده بيرفع دراعه اللي عليه الوشم وبيخليه يتحول لجناح كبير وبيطير من المكان. وفي الوقت ده بيقف هيلبرام مصدوم مش فاهم ازاي ده حصل، لانه اتاكد بنفسه انه مليودس اتحبس بالفعل. فبيحاول كينج يجمع قوته ويهاجمه بالرغم من اصابته، لكن هيلبرام بيقول له لو كان ما كانش هيعمل كده، لان في حاجات كتير اهم دلوقتي. فبيساله كينج زي ايه، وفجاه بيبصوا ويلاقوا حاجه نازله من السماء، ولما بتقرب بيلاقوا انه مليودس وبينزل قدامهم بانفجار رهيب. بيستغرب هيلبرام من شكله والوشم اللي عليه، لكن مليودس مش بيديله وقت يتكلم وبيهاجمه على طول بقوه كبيره جدا. لكن الصدمه الحقيقيه ان هيلبرام بيقدر يصد هجومه وبيمسك سيف مليودس، وفجاه بيطير مليودس لفوق وبينزل عليه يضربه ويدمر الارض، وبيرجع يسحبه ويرميه في الارض. ولما بيقوم بينزل في ضربه هيلبرام بيضربه يخليه ينضف الارض بوشه ويروح يقف قدامه، وبيقول انه باين عليه مختلف عن غيبيا وجيركو. هو يبص عليه بيقول انه اكيد مختلط من البدايه، والسحر ده تصنيفه فريد ومميز جدا ومختلف عن الجيل الجديد اللي اتخلط بدم الشياطين عشان يكسب القوه دي. فعشان كده الاسطوره امبر اللي اتحبست في بلارويتها ما تقدرش تسيطر عليها، وبيستعد للهجوم واقف قدامه بيقول له انه مهتم دلوقتي يختبره اكتر لو ما عندوش مانع. وبيبص بيلاقي مليودس بيطير قدامه وبيهاجمه بقوه غريبه ومميزه جدا، فبيقول له انه باين عليه عنده احساس قوي لسفك الدماء، ودي حاجه مبهره بالنسبه له. لما بيحاول مليودس يهاجمه تاني بيلف بسرعه من قدامه بيتفادى ضربته وبيهاجمه هو من ظهره، وبيقدر بالفعل يصيبه وبيلزقه في الصخور اللي قدامه. هو بيكون فاكر نفسه قسمه نصين بالضربه اللي اداها له، لكن بيبص بيلاقيه لسه واقف قدامه زي ما هو ولا كانه اتكعبل حتى. لكن الوشم الغريب ده بدا يقل في جسمه، بدل ما كان نص الشمال بقى دراعه الشمال وجزء من جسمه بس، وده مكان الهجوم اللي كان عليه. كأن العلامه بتاعت الوشم اتحركت في جسمه عشان تحميه، وقدرت تصد ضربات ملهاش مثيل وبتقتل بضربه واحده منها، وده يخليه بالنسبه له نموذج مختلف. وفجاه دراع مليودس اللي عليه الوشم بيتحول لجناح مره ثانيه وبيتحرك ناحيه هيلبرام، فبيستخدم هيلبرام تقنيه مميزه وخلاص انها الخصيلات الصياده، وبيتحدى يوري له هيطلع منها ازاي. لكن مليودس برضه بيطلع منها من غير خدش حد، فبيطلع هيلبرام ورقه وقلم ويقول له ان مستوى قدرته السحريه عالي، لكن خسر قدراته المميزه الارتداد الكامل. فبيسال نفسه لو ده معناه انه خسر قدرته ولا دي شخصيه مختلفه منه، وبيحول الوشم فجاه لايديه الثانيه ويخليها اضخم زي ما خالب وحش. في الوقت ده هاورز بيكون مستغرب من كميه الطاقه السحريه الموجوده في المكان وقريبه من قدرات هيلبرام، وحكم المباراه بيكون معاه بيقول له انه هيمشي عشان ياخد باله من غيبيا. لكن هاورز بيقول له استنى، وازاي قدر يهاجم ناس بقوه زي دي، وكمان كان هيقتل مواطن بريء ومش بيقبل كلامه عن مهمته. بيشوفوا مجرم، وفجاه وهم بيتخانقوا بيلاقوا الارض بتهتز تحتهم، بيستغربوا مش فاهمين. بيبصوا بيلاقوا مطعم مليودس بالخنزير الضخم جاي عليهم، فبيتخضى الحكم لدرجه انه بيقع من الحافه. وكل ده والمعركه بين مليودس وهيلبرام مستمره، مليودس نازل في ضرب وهجوم مش رحمه حرفيا. هيلبرام كمان عمال يصد هجوم واحد ورا الثاني، وبيقول له ان قدراته دلوقتي قريبه من قدرات بان صاحبه في الخط، قدرات الناس الثانيه من غير رغبتهم، لكن هو قدرته هي تقنيات الناس اللي توافق تديله قدراتهم، فمهما كانت قوته مش هتبقى اقوى منه. وبيهاجمه بقوه كبيره جدا وبينجح انه يسيبه ويخليه ينزف، فبيرجع ميلودس يضربه برجله هو كمان وبيطيره لبعيد وبيطير قدامه في السماء. فبينبهر هيلبرام بيه ان قدراته زادت بنسبه 90% بقوه اكبر من قوته، بيهاجم بيها ميلودس وبيصيبه. هو يبص بيلاقي السيف بتاعه طار في الهواء وجي جنب ميلودس، لزق في الارض بسبب الهجوم اللي اتعرض له. بيقول له انه كان قلقان ما يقدرش يشد الانطلاقه دي بضربه واحده، وده بيخلي القائد الاعظم
معظم هندروكسين راجل ملعب، وبيمسك سيف ميليوداس وبيقول له انهم قدروا ينجحوا في اباده فرسان الخطايا، وكل واحد فيهم بيكون بالفعل مرمي على الارض. فدلوقتي مش فاضل غير انهم يرجعوا بسيفك يا ميليوداس. والاميره وبيقف قدام ميليوداس يستعد ياخده قبل ما يفوق ويحاول يهاجمه تاني، فبتتخض اليزابيث جدا عليه. لكن فجاه بنلاقي بان جاي يمسك بقها يسكتها وهو شايل كينج وبيقول لها تعرفي تجري، فبتقول له انها ما تقدرش تتخلى عن ميليوداس، فبيقول لها انه اكيد ما يقصدش كده، وبيشيلها ويجري، وهو بيجري وراه وهو متوتر لانه عمره ما شاف بان مرعوب كده. واليزابيث وسط كل ده بتبص وراها، فبنشوف غرايمور شايل اختها فيرونيكا اللي مات. وطبعا هيلبرام قال له انهم ما يخلوهمش يهربوا، فبيقولوا لهم يجروا براحتهم لان هيجيبهم بعد ما ياخد البطل الاول. لكن قبل ما يمسك ميليوداس بيبص بيلاقي هجوم عليه من ديان اللي ظهرت دلوقتي، وبتاخد هي ميليوداس وليبرام بيطلب منها تسلمه الاميره والمجرم، وهو مش هيأذي صاحبها. لكن هي متعصبه جدا وبتساله لو هو اللي عمل كده، وبتساله لو هو اللي اذى ميليوداس، وبتبدا تهاجمه زي المجنونه بمطرقتها. والقائد بتاعها ليبرام بيديله اوامر ينسحب فورا لما بيلاقي الوضع كده. لكن ديان بتهاجمه بتقنيه الكارثه الطبيعيه، بتدمر الارض كلها من عصبيتها. هيلبرام بياخد جيركو وغيبيا ويهرب، وبان برضه بيحاول يهرب باليزابيث، لكن قوه ديان بتقدر تعطل هروب هيلبرام بقوتها، وبتعطل اتصاله كمان بالفريق بتاعه. ويا دوب بان واليزابيث بيطلعوا عايشين، وديان بتنزل ميليوداس بعد ما بيكون فاق ورجع طبيعته، وبان بيفوق اكتر بضربه في وشه وبيقول كده متعادلين. فبتجري عليه اليزابيث تحضنه وهي قلقانه وخايفه عليه جدا. وبعدها بتروح على غرايمور اللي بيعيط على فيرونيكا، فبتشكره اليزابيث انه دايما اهتم باختها، وبتطلب منه يدفيها ويدفنها على ضفه النهر لانها كانت بتحبه، وبتقول له انها هتوقف الفرسان الاسطوريين مهما حصل. فبينبهر بيها وبالقوه اللي اكتسبتها، وبيظهر هاورز وبيفتكر ان ديان اللي طلبت منه ينقذ العجوز، فبيسيبهم وبيقول لها ما تخليش حد يمسكها قبلها. وبيمشي غرايمور هو كمان بفيرونيكا، وبيقفوا كلهم يسالوا عن سيف ميليوداس اللي مش لاقيينه وباين عليه اتسرق. فبتقلق اليزابيث وبتساله عن خطورته، فبيقول لها انه الوضع اصلا خطير واكيد هو مش حابب ده، بس المهم انك كويسه. فبتتكسف طبعا من كلامه وشها بيحمر، فبتسحبه. ديان من بنطلونه تقول له يعني دي بس اللي فارقه معاك؟ فبيمدح فيهم كلهم غصب عنه طبعا، والا ديان هتفلقه. وبيطلع هيلبرام من تحت الصخره اللي نزلت على دماغه معاه جيركو وغيبيا وكمان سيف ميليوداس، وده قطعه من تابوت الظلام الابدي عشان احياء الشياطين تاني ونشر الرعب. فبيتصدم هاورز في القصر لما بيعرف من جلين ساندر ان فيرونيكا ماتت، وبيقول ان غرامور كمان مات، فمش بيصدق ومش بيكون عارف هيبلغوا الاميره مارغريت ازاي. هو بيسال عن القائد دفروس، وده ماسك واحد عمال يضربه ويعذب فيه. وطبعا زاد عدد فريق هندروكسين مؤخرا وكلهم من الجيل الجديد، وده بيخلي التوازن بيبوظ بين هندروكسين ودرايفوس. وبعد ما الدنيا بتهدى بتقف اليزابيث تدي لفيرونيكا وتفتكر ذكرياتهم سوا، وبتيجي ديان تطمنها انهم هيرجعوا للمملكه وهم هيساعدوها لانها الوحيده منهم دلوقتي. وبيتدرب بان مع كينج في الغابه عشان يدمر الفرسان الاسطوريين، وبيرجع المملكه برضه عشان ياخد كورونونس، وده جهاز طقوس بيستخدموه للتواصل. فبيفهموا كينج وبيسالوا لو قلق على ميليوداس هو كمان، لكن بان بيركز على هدفه وبيعترف ان الوحيد هو إلين. وميليوداس كمان بيفكر في اللي حصل وبيفكر فيه، وبيكون عارف ان الحرب قربت، فبيروح للفريق وبيوعدهم ينهي الحرب المتكرره 3000 سنه. وبس كده. لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل في الفيديو الجاي اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ووصلوا الفيديو ده 10000 لايك، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.